ركز معايا وسيب الكنافة دي عشان في كلام أهم دلوقتي من العتاولة والمداح والعبث ده. حفلة الأوسكار كانت امبارح وعندنا شوية كلام عاوزين نقوله. ما كانش فيها مفاجآت كبيرة الحمد لله. يعني الفيديو ده انسكريبتد، يعني انا فاتح المايك وبتكلم من دماغي، بس مش هطول عليكم كده كده. شكرا على 1000 سبسكرايبر، بجد شكرا ليكم. المهم، نبدأ بكونان أوبريان. كان كويس ودمه خفيف، ودي حاجة غريبة في حفلات الأوسكار إنك بس تكون كويس ودمك خفيف. لا، هم بيبقوا قاصدين يكونوا كرينج كده يعني. زوي سالدانا تستحق احسن ممثله مساعده رغم كرهي الشديد للفيلم، ولكنها عملت اداء فعلا تستحق عليه الجايزه. يعني انا برضو مش فاهم الكره لزوي سالدانا، لا انا كرهي للفيلم مش للاداء بتاعها، لانها فعلا كانت كويسه. نفس الكلام على اغنيه المال، عجبتني، فبرضو ما عنديش كلام كتير عليها غير اني شايفها تستحق برضو رغم كرهي للفيلم. تاني لازم اكد على الحوار ده. ديون بارت 2 اخد جايزه كانهم عطفوا عليه يعني، وانا شايف ان عدم ترشيح ديني فيلينوف لاحسن مخرج كانت فضيحه اصلا. معرفش مستقصدينه ليه في النسخه دي، يا ريت لو حد يعرف يقول لنا، لانه 100% يستحق الترشيح على الاقل لجائزه احسن مخرج. فوز فيلم فلوب احسن انيميشن كانت صدمه بالنسبه لي، مش عشان الفيلم وحش، لا بالعكس الفيلم رائع وعجبني وانا بحب القطط اصلا، بس ان فيلم مستقل تماما من غير اي كلام جوه الفيلم، من غير اي دايالوج يعني، يكسب الاوسكار كانت حاجه كبيره بالنسبه لي، غير اني كنت تيم ذا وايلد روبوت بصراحه. I'm still here اخد الاوسكار، ودي كانت حاجه منطقيه، اكيد ما كانوش هيدوها لإيميليا بيريز يعني. لو كانوا ادوها لإيميليا بيريز انا كنت ممكن اموت فيها يعني بجد. فوز نو اذر لاند ده اللي كان صدمه بالنسبه لي، لان الفيلم يستحق الاوسكار 100%. بس كان السؤال هل عندهم الجرأة انهم يدوا له الاوسكار؟ فاتفاجئت وقتها وفرحت للشباب جدا بالاوسكار دي بالذات يعني. والخطاب حتى اللي قالوه في الحفله كان خطاب رائع يعني. طبعا محدش مهتم بالافلام القصيره، بس بما اني ضيعت من وقتي كثير في مشاهدتها فلازم اقول رايي عنها. في الافلام القصيره فام نوت روبوت كسب وهو فيلم حلو، رغم ان كان في روايه جزء عايز فيلم الين يكسب، ولكن ماشي. ان ذا شادو اوف ذا سايبرس كسب برضه، وده برضه فيلم حلو، ولكن ذا اونلي جيرل ان ذا اوركسترا احسن فيلم وثائقي قصير. يا راجل يعني، ده انت كنت تكسب انسيدنت احسن. طبعا مفيش حد مهتم بالدقيقه اللي فاتت دي، بس يعني اللي مهتم بالافلام القصيره هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه. ذا بروت ليست برضو اخد حقه، يمكن مش اكتر فيلم حبيته ولكنه اكيد يستحق. يعني انا بحب ادريان برودي والسينماتوجرافي فيه كانت كويسه، ولكني لسه شايف ان ديون 2 يستحقها. والموسيقى بتاعت ذا بروتاليست ممكن تكون فعلا الافضل في السنه، وده لان مفيش موسيقى اصلا السنه دي ايكونيك بزياده زي اوبنهايمر السنه اللي فاتت مثلا. ويكد اخد احسن تصميم ملابس وتصميم انتاج. ماشي. كونكليف اخد احسن سيناريو مقتبس ويستحقها تماما، مفيش كلام هنا. ذا سابستنس اخد احسن ميك اب، فمنطقي يعني ملوش منافس السنه دي في النقطه دي، وفرحت عشان انا بحب ذا سابستنس. وبعدها عندنا كيران كالكن واحسن ممثل مساعد. انا بحب كيران كالكن وبرضه شايف انه يستحقها السنه دي. لو انت ما شفتش اريل بين روح شوفه وهتشوف ان هو يستحقها فعلا، عامل السهل الممتنع يعني. وبعدها عندنا مايكل ماديسون واحسن ممثله. وبص، انا عارف ان فيلم انوره الناس كلها بتشتمه تقريبا، وكله بيقول عليه فيلم اباحي ومش عارف ايه، وكل ما افتح السوشيال ميديا الاقي بوست ظاهر لي بيقطع في انوره يعني. هل انا زعلان على ديمي مور؟ فاكيد لانها كانت تستحق. ولكن هل ده معناه ان ميكي ماديسون ما تستحقهاش؟ اكيد لا. يعني الموضوع مش زي البالون دور بتاعت رودري اللي سرقها من فيني. لا، هي المره دي ميكي ماديسون تستحقها، وديمي مور تستحقها، وفرناندا توريس تستحقها برضو بالمناسبه. يعني انا شايف ان محدش جاب سيرتها خالص. فالتلاتة يستحقوها، الاختيار بقى حسب تفضيلك، لكن ده مش معناه ان ميكي ماديسون ما تستحقهاش، لا. يعني عشان انا شايف ان الناس بيشتموا فيها كانها سرقتها يعني، لا انا مش شايف كده بصراحه. وبعدها عندنا بقى كل الجوائز اللي انورا اخدها، وبكل صراحه انا مبسوط. انا بالنسبه لي انورا احسن فيلم في السنه. انا في مشاهد في الفيلم ده ضحكتني اكتر من اي حاجه ضحكت عليها في حياتي بجد. مشهد اقتحام البيت ده من اكتر الحاجات اللي ضحكتني في حياتي، مش بس السنه دي. وفرحت لشون بيكر كانه ابن اختي مثلا، اللي هو انت تستحقها يا معلم. راجل مستقل اللي بيعمل افلام مستقله من زمان، وواضح حبه للسينما، ولما اخد الجوائز ما ظهرش عليه اي غرور او كده زي ادريان برودي. بالعكس كان كل جايزه بيبان كانه طفل مش مصدق نفسه. فلا يعني، انا بحب شون بيكر. بس كده، كان في بس حاجه في الاخر عايز اقولها، هي حاجه ضايقتني شويه في الحفله، موضوع الوقت المتاح للكلام لكل فايز، اللي هو المقدمين بتوع الحفله عندهم فرصه للكلام اكتر من اللي فايزين بالجوائز، في حين ان الحفله دي معموله للمواهب وللفائزين بشكل عام، مش معموله للجوكس والافيهات يعني الناس كلها حرفيا نفسها تكسب جائزه اوسكار، ولما يجي يكسبها ويبقى عنده فرصه للكلام تقطع عليه المايك عشان مستعجلين والله ورانا جوائز تانية. يعني ده اسمه كلام؟ يعني لما ديون بارت 2 كسب الجائزه بتاعت احسن ساوند، هما 3 اللي اشتغلوا على الساوند في ديون بارت 2، فاتنين اخدوا فرصتهم في الكلام اللي هو كان كل واحد تقريبا 25 ثانيه، يعني ولا حاجه حرفيا، مش اخدوا فرصتهم ربع ساعه يعني. ولما ده تالتهم يتكلم قطعوا عليه المايك وشغلوا الموسيقى وما ادوش فرصه يقول كلمه واحده حتى. يعني اللي هو ايه عدم الاحترام ده؟ تمام، احنا عارفين ان المشهورين بياخدوا وقت للكلام اكتر من الناس اللي مش مشهوره. يعني في الاوسكارز لو انت شخص مش مشهور هنديك فرصه تتكلم من 45 ل 50 ثانيه،
ولكن لما تشوف مثلا حد زي ادريان برودي والخطاب بتاعه، الراجل اتكلم 3 دقايق بعدين شغلوا الموسيقى بعدين قال لهم لا وقفوا الموسيقى وكمل 3 دقايق تانيين، اللي هو اتكلم 6 دقايق حرفيا. تمام، انا ما عنديش مشكله لما الناس الاشهر تتكلم اكتر لان الجمهور بيبقى عايز يسمعهم هم، لكن ما الناس اللي مش مشهوره دول بني ادمين برضو مش كلاب يعني. لما تخلي المشهور يتكلم 6 دقايق واللي محدش عارفه يتكلم 40 ثانيه يبقى اكيد في حاجه غلط. يعني حتى تيران كارلتون لما طول في الكلام اخد 2.5 دقايق وخطابه كان حلو وكان دمه خفيف وكله مشاعر، لكن ادريان كان بيدينا محاضره ملهاش لازمه. فانا شايف ان الحل انك تدي كل فايز دقيقتين يتكلم فيهم، ولو هو مش مشهور خليهم 3، ولكن ما يبقاش الجاب كبير للدرجه. انا زعلان ان التشالنجرز ما ترشحش ولا حاجه السنه دي، ولا جايزه واحده حتى، بس دي قصه تانية لوقت تاني يعني. وبس كده، ده كل اللي حصل في حفل الاوسكارز 2025. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. وبس كده، السلام عليكم.